السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة ايه بقى هنعمل ايه؟ هنعمل وصفة حلوة كده لذيذة. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي ونصلي على رسوله ونقول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النهاردة هعمل حاجة كده خفيفة لأن أنا عندي بواقي أكل من امبارح، فايه هحييها كده بالحاجة اللي أنا هعملها النهاردة دي. بصوا انا معايا هنا ايه، انا معايا هنا دي طاسه تيفال اهي تكون مش بتلزق، ودي الزبده بتاعتي اللي بشتغل بيها. حطينا هنا معلقتين زبده كبار اهم على الوصفه بتاعتي. بصوا بقى احنا النهارده هنعمل ايه، هنعمل فراخ حلوه جدا، طريقه فراخ حلوه جدا بصوص جميل جدا هتعجبكم قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ان شاء الله. بصوا احنا معانا ايه، معانا طاسه اهي، هنا هي بتقدح كويس جدا زي ما قلت لكم، وفيها معلقه الزبده بتاعتنا. وفي نفس الوقت انا عايزه الطاسه بتاعتي تبقى سخنه عشان خاطر لما انزل الفراخ بتاعتي عليها الفراخ تنزل ايه، تاخد صدمه وتحتفظ بالسوائل الايه اللي جواها. وفي نفس الوقت انا عايزاها تتحمر تحميره حلوه، لان انا هعمل لها صوص كده جواها دلوقتي هيبقى حلو قوي. والصوص اللي احنا هنعمله ده هتاكليه على رز ابيض، تغمسيه بعيش، تاكليه مع مكرونه بيضه. هيبقى جميل قوي معانا لو برضو عملنا جنبيه شويه خضار سوتيه كده وكلناه مع رز ابيض. وهعمل برضو معاكم دلوقتي شويه رز خضار سوتيه حلوين. بصوا انا الطاسه وهي سخنت هنزل اجيب الفراخ بتاعتي. انا عايزه الفراخ بتاعتي تاخد صدمه في نفس الوقت ايه، تحتفظ بالسوائل بتاعتها. طبعا انا غسله الفراخ كويس جدا ومصفياها وغسلاها بايه، غسلاها معاكم هبقى اغسلها برضو، هبقى اعمل لكم مخلول اللي انا بعمل بيه الفراخ بتاعتي. بغسلها بشويه طماطميتين كده وليمونتين كبار، وبحط عليهم معلقه سكر ومعلقه ملح. محلول النقع بتاعي ده بيخلي الفراخ بتاعتي حلوه جدا ومفيهاش اي ريحه زفاره، وبيخلي الوصفه بتاعتي جميله. بصوا انا نزلت الفراخ اهي، مش هقلبها ولا هاجي جنبيها خالص. انا عايزه الفراخ تاخد لون. انا رشه عليها فلفل اسود عشان خاطر انا لما بغسلها واسيبها تتصفى عشان اشتغل بيها. برش كده على رشه فلفل اسود عشان تمنع اي زفرات فيها. وطبعا بقى كالعاده كده هرش عليها ايه، هرش عليها فص المستكه هحطه معاكم دلوقتي اهو. بصوا اهو، انا لقيت فص المستكه بتاعي كبير، رحت ايه مديله طحنه كده خفيفه. هنزله كده على الفراخ بتاعتي، هيسيح وهيطلع الريحه بتاعته دلوقتي فيها. وانا لحد دلوقتي اهو ما قلبتش الفراخ ولا جيت جنبيها خالص، انا عايزاها تاخد لون كاننا بنحمر فراخ عشان خاطر ناكلها وتاخد اللون الذهبي الحلو بتاعنا. بصوا بقى انا عايزه الفراخ بتاعتي تاخد اللون ده، شايفين اللون الجميل ده، انا عايزه الفراخ بتاعتي كلها تاخد اللون ده. هقلبها بقى على الناحيه التانيه اهي، كل ده على نار عاليه، انا ما وطيتش النار خالص. بصوا شايفين اللون دي، انا جايباها وراك ومقطعه الورك على ايه، على 3 حتت، الورك يكون كبير شويه. بصوا اللون تحفه، ريحتها قلب الدنيا وجميله قوي. بصوا اهي كل الفراخ بتاعتي هقلبها على نفس الطريقه كده. انا عايزه الفراخ بتاعتي تاخد لون على الوشين، نفس اللون ده يبقى على ايه، على الوشين بالظبط. الريحه تحفه، المستكه بتعمل شغل جامد يا جماعه قوي مع الطيور، ومش غاليه والله. يعني العلبه بتبقى ب25 جنيه، هي طبعا اغلى من كده يعني، بس هي ايه، في نوع بيبقى ب25 جنيه احنا بنجيبه ده اللي على قد ايدينا يعني، وفي نفس الوقت بنطعم اكلنا بحاجه حلوه. بصوا اشتغلوا كده بحب في المطبخ كده وخليكوا ايه، واقفين في المطبخ كده ايه بنفس راضيه. بصوا بقى هنزل ايه معايا مجموعه توابل كده حلوه هحطها. كل ده انا معليه النار اهو ما وطيتش. انا معايا ايه، معايا رشه جنزبيل بودر اهي، نص معلقه صغيره كده عشان الجنزبيل بيبقى حامي اهو. معلقه الشاي اللي احنا ايه بنقلب بيها الشاي اهي. دي توم بودره، معلقه صغيره كده توم بودره.
معلقه صغيره بصل بودره اهو. هي توابلها كتيره شويه بس بتدي بالاخر نتيجه تحفه. طبعا سمعوني الكفتة. معلقه بابريكا. طبعا الاساسي بتاعي معلقه كاري كبيره اهي. الكاري بيطعمها جدا. نص معلقه صغيره زعتر، لما في زعتر فريش يبقى احلى. معلقه بقى فلفل كده حلوه كده كتيره عشان طبعا الزفاره. هنا معلقه ملح حلوه كده برده كبيره عشان خلي بالنا من الملح يا جماعه. ومعايا ايه بقى؟ معايا هنا ده لورا وحبهان وقرنفل وكده بسيط. بص بقى هديها تشويحه بقى تاني اهي. بص اللون تحفه حلوه جدا. اللي هيعملها بالطريقه دي هتعجبه قوي والله العظيم وهتدعوني. طبعا هي كده ما استوتش لسه، هي لسه فيها دمها اهو. احنا هنديها بقى تشويحه مع البهارات اللي احنا حطيناها دي التوابل اهي. الريحه طالعه وانا واقفه مش قادره اقول لكم. بص بقى هنعمل ايه بقى؟ هنعملها بصلايه كده كبيره اهي متقطعه شرايح. البصل بيطعم الوصفه دي قوي وبيخليها الصوص بتاعها تحفه. ومعايا طماطميه برده اهي متقطعه. مكترش بالطماطم عشان انا مش عايزاها يبقى صوصها كويس كده يبقى ايه. فلفل الوان، شويه فلفل الوان حلوين كده محترمين. بصوا ادعولي لو عملتوها بالطريقه دي والله هتدعولي تحفه. طبعا الخضار هينزل ميته اهو. هديها بقى اخر حاجه نهايه، مش هحط حاجه تاني كده خلاص. هديها بقى ايه؟ هديها المكون بقى اللي هيخلي لونها حلو معايا وطعمها حلو. معلقه صويا صوص. هروح بس اجيب الصويا صوص من البركه واجيبها. بصوا اهي معلقه صويا صوص كده حلوه. بصوا بقى هعمل ايه. بصوا هحط لها قيمه ايه نص كوبايه ميه كده صغننه عشان طبعا هي تستوي. هي طبعا هتنزل صوص حلو كده معانا وهتنزل ميتها والخضار هينزل ميته. فايه هزود لها بس نص كوبايه ميه عشان خاطر تستوي جواها. وهحط القرن الفلفل الاخضر الحلو ده هيطلع ريحه حلوه قوي عليها، هيديني نكهه جميله ليها. بصوا يعني انا والله واقفه بطبخها مش قادره اقول لكم الريحه قلب الدنيا. ريحتها حلوه جدا. واصلا بصوا شكلها اصلا مع التوابل مع الخضار حاجه كده يعني شغل عالي. الوصفه دي يا جماعه غاليه جدا في المطاعم. يعني انا اكلتها مره في حته يعني كنت مش عارفه هي معموله ازاي من كتر ما هي طعمها حلو. بس بعد كده صراحه يعني جبتها مره تاني وبعد كده ايه قعدت كده امخمخ كده اللي هي دي معموله ازاي لحد ما جبتها في الاخر. انا الحمد لله يعني لما بدوق الاكله من اول مره بعرف هي معموله بايه ومحطوط فيها ايه. بصوا تحفه. بصوا اصلا الصوص ده بيتحط على رز ابيض يتاكل مع مكرونه بيضه ومكرونه بصلصه حلوه جدا ماشيه معاكي في كل حاجه. ممكن تغمسيه بعيش حلو قوي. هسيبها بقى لحد ما تستوي جوه الصوص بتاعها ده وبعد كده بقى ايه هنغرفها. جايبين الفراخ بتاعتي. بصوا الصوص اللي نزل منها تحفه حلو قوي وسلمت اهي. بصوا جميله جدا. سيبها بس الصوص بتاعها ده انا عايزاه يتقل خالص. بعد كده بقى نروح نعمل ايه مع بعض. بصوا بقى هنعمل شويه خضار سوتيه كده حلوين. دول بصوا احلى حاجه بتاكلوها بتبقى ايه الطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي. معانا هنا بطاطسيتين. والاول حاجه خالص انا معايا ايه. معايا حله فيها ميه بتغلي وحط عليها مصفى زي ما انتم شايفين كده. مصفى تكون خرمها واسعه. ومعايا ايه معايا حبه يعني بطاطسايه كده مكعبات وكوسايه كبيره
ومعايا حبه فاصوليا وحبه بسله وجزر، طبعا دول متفرزين، فانا حطيتهم كده لان انا لما باجي بستخدمهم وهم متفرزين كده بحطهم بتلجهم، ما بعملش فيهم اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه عشان خاطر لونهم ما يروحش، وفي نفس الوقت ما يبقوش ايه ليهم ريحه كده وطعم وحش. فانا بحط الخضار المجفف بتلجه كده على الصلصه او على اي حاجه انا بعملها. هكتم بقى عليهم الغطا اهو واسيبهم بقى يستووا على البخار على نار هاديه خالص. وبعد كده بقى هقول لكم نعمل ايه في الخضار بتاعنا ده. بصوا انا حاطه في الميه كمان ايه، حاطه حبهان وحاطه حبه لورا وحاطه ايه فصين كوبيبه بتاعتها 2 كوبيبه صيني اسفه. ماشي اهو هسيبهم بقى يستووا مع بعضيهم كده على البخار اهو زي ما انتم شايفين. واقول لكم بقى هنعمل فيهم ايه. بصوا بقى يا حبايبي معايا الخضار بتاعي اهو، بصوا استوى ازاي اهو، بصوا استوى بقى جميل قوي على البخار من غير اي حاجه. معايا طاسه كده اهي او صينيه تيفال اي حاجه يعني معاكم، معلقه زبده، معلقتين كده حلوين زبده انزل بالخضار بتاعي. ننزل بعد كده فصين توم متقطعين، شويه فلفل اسود، رشه زعتر. بصوا كمان هنحط ايه رشه ملح كده خفيفه مش عايزين نكترها، وهنحط كمان رشه بهارات شريف رشه حلوه كده من بهارات الفراخ، وممكن تحطي مكان بهارات الفراخ دي ماجي. نشوحها كده اهو. طريقه الخضار دي حلوه جدا ومفيده قوي وصحيه، بس هي الزبده لو انتوا مش عايزين تحطوا زبده ممكن تحطوا مكانها زيت ذره، بس انا طبعا ايه بحب احط الزبده عشان ايه الزبده طعم. بصوا انا نسيت اقول لكم كمان على حاجه، انا وانا بشوح وانا بسلق الخضار على البخار انا حطيت بصليه كده اهي مقطعاها بصوا قد كده مكعبات صغيره قد الخضار، فحطيتها برده استوت مع الخضار بتاعي مع البخار. بصوا صينيه خضار بقى تحفه صحيه جدا ومفيده جدا. ماشي اهي هديها كده تشويحه بس خفيفه مع الحاجات دي والتوابل اللي انا حطيتها والزبده تسخن بس كده وتندمج مع بعضيها. وهنقدمها بقى مع ايه، هنقدمها مع الفراخ بتاعتي اللي انا عملتها دلوقتي معاكم، وهقدمها مع شويه رز بشعريه. شويه الرز بالشعريه دول يعني انا ايه حبيت ابقى مختلفه شويه، مش لازم الرز ابيض يعني، عشان قلت ايه يعني تغيير، قلت بدل ما احط الرز ابيض معاها لا هحط رز بشعريه معاها، عشان انا كمان كان عندي امبارح بواقي رز كده بشعريه، فقلت ايه يبقى كل السفره يعني تبقى واحده. بصوا الخضار بالطريقه دي بيبقى حلو جدا يا جماعه، بيبقى طعمه حلو قوي وصحي جدا لو كلتوه كده اهو. بصوا مفيش اي حاجه فيه مهريه ولا اي حاجه، بصوا كل حاجه ايه كل حاجه فيه مستويه اهي وجميله مستويه على البخار. هروح بقى دلوقتي انا هغرف الاكل بتاعي وهوريهولكم. بصوا بقى يا جماعه الجمال، بصوا اللون، بصوا تحفه، بصوا عامله ازاي لون وشكل وريحه تحفه وطعم طبعا تحفه. بصوا معايا الخضار بتاعي اهو، بصوا عامل ازاي، بصوا شايفين خضار برضو ده تحفه لو كلته كده، مغذي جدا للاطفال وحلو جدا للكبار اللي كمان بيعملوا دايت. قولوا لي بقى ايه رايكم. بصوا تحفه ازاي بصوا معايا شويه الرز هم، عملت شويه صغننين كده هم على اللي كانوا عندي امبارح اهو. بصوا وجبه غدا تحفه مغذيه جدا وجميله جدا وخفيفه في الحر اللي احنا فيه ده، ولا صلصه بقى ولا اي تسبيكه ولا اي حاجه. هغرف كده معاكم الاكل وهوريهولكم.